ابني 100 عقبة البرازيلي، برازيلي الأصل بيتزارع. ده مش جديد أبدا على اخوان بيتزارع، اللي الكلمة دي بتزعل ناس كتير قوي. طب هنقولها تاني، ابني 100 عقبة اخوان بيتزارع، الزملكاوي البرازيلي. انا عايز اقول لك ان الجملة اللي اتقالت دي ما تتسمعش بس، لا انا لازم اوريها لك صوت وصورة. طب هنقولها تاني، ابني 100 عقبة اخوان بيتزارع، الزملكاوي البرازيلي. اللي الكلمة دي بتزعل ناس كتير قوي. يا فرح والله ما بتزعلنا، بتضحكنا زي ما انت كده بتضحكينا برضو. خلي بالك انا بقالي فترة سايبك ومش مركز معاكي، وعندي بقى احمد مجاهد على هاني ابو ريدة، على مها، على جاليليو، على الاحتواء وعودة عصام. استخبيتي مني ورا القناة عند الاذاعة بتاعت الزمالك، وفاكرة ان انا مش هجيب لك فيديوهاتك عن خوان ابن 100 عقبة خوان بيزيرا. ده النهاردة يا معلم اقسم بالله في حفلة هتسمع شوية حاجات زي الفل. بس اتقل تعالى الاول نكمل وصلة الكوميديا دي مع الاستاذة فرح، ونسمع هي عايزة تقول ايه عن ابن 100 عقبة البار. خلي بالك ابني 100 عقبة خوان بيتزارع، هي مصرة، الزملكاوي زملكاوي البرازيلي. البرازيل. يا جماعة غيرنا الحقيقة ايوه اللي هو احنا جاب طقم اجانب كبير قوي وهيمشيهم كلهم في نهاية الموسم. احنا جبنا طقم اجانب طبعا قبل موسم 25-26 وكلهم هيمشوا، لكن خوان بيزيرا يا معلم قاعد 7 8 9 مواسم. الراجل بيتعامل مع نادي الزمالك زي ما فينيسيوس جونيور او فينيسيوس على رأي الناقد الزملكاوي عبد الشافي صادق. مش قال لك فينيسيوس هيجي الزمالك؟ ما علينا، يعني هي بتتعامل مع خوان بيزيرا على اساس ان هو فينيسيوس وان نادي الزمالك هو ريال مدريد، اللي هو بقى النادي الملكي والحاجات اللي انت عارفها دي، الحاجات اللي هي بتيجي ما بين مرحلة الحرارة وما بين الحقنة ومشيها الحقنة اللي هتنزل الحرارة. عارف انت الخيالات دي؟ حاجات يعني حاجات بتروح بس مع العلاج. لازم تقعد معانا في المصحة 4 5 6 سنين عشان تبدأ تفوق. كمل يا فروحة. وحط تحتها مليون خط. صرف المليارات، ايوه، ودفع الرواتب حتى اللحظات الأخيرة. ايوه يا جامد، انت اللي بتهرب من الرواتب، واي حد يفسخ عقده معاك ما تدفعلوش حاجة ونتقابل في المحكمة. بس ده مش موضوعنا يا فرح، انا موضوعي دلوقتي ان بيزيرا ابن 100 عقبة نزل بيان اصبح ولد عاق. مش هو ابن 100 عقبة، في ابن في الدنيا ينزل بيان فابوه؟ حاجة عجيبة يا اخي. احنا رحنا للعيب اللي شبه الزمالك. ايوه اللعيب اللي شبه الزمالك. خوان بيزيرا دلوقتي يا معلم على السوشيال ميديا الزملكاوي متسلم، يعني ده بتاع فلوس وده كان واخد النادي محطة. لا ما تبيعش الولد ده لازم يبقى عبرة لمن لا يعتبر ولمن يعتبر. ده شبه الزمالك. يعني انت يا فرح قصدك تقولي ان نادي الزمالك، كلامك والله ما كلامي، بيزيرا واحد بتاع فلوس وبيبص للفلوس بس ومادي، ده على حسب كلامكم ده شبه الزمالك؟ يعني دي حاجة ترجع لك يا جماعة. ده كلام فرح علي على قناة الزمالك. نداء للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لأول مرة في التاريخ يا معلم مذيعة زملكاوية على قناة زملكاوية بتتجاوز في حق نادي الزمالك وبتشبهه بلاعب هربان مش عايز يرجع التدريبات، متمرد علشان هو بتاع فلوس. ده كلامها مش كلامي. أنا راجل بنقل لك المواضيع عشان أنا عارف إن أنت كمجلس أعلى لتنظيم الإعلام ما بتابعش قناة نادي الزمالك الرسمية، لكن بتتابع وسام سالم اليوتيوبر. ما علينا، كملي ولايق علينا واحنا لايقين عليه. بص اقسم بالله شويه اعتراف. استني بقى، انت بقالك فتره ساكته وفجاه تفتحي على الرابع. استني اديني فرصه احفل شويه. تقول لك لايق علينا، طب اسكتي قولي لايق علينا وخلاص. لكن واحنا لايقين عليه، وانا بقى هروح ضايف حاجه من عندي وانتوا الاتنين لايقين على بعض. ده بكلامها يا بيه. لاعب متمرد بتاع فلوس ما راحش التدريبات بيبص على الدولارات على اخضر، ده لايق عليكم. طب وزيزو؟ انا بقول لك انا النهارده يا معلم عامل حفله والدخول مجاني. مهارات التليق بمدرسه الفن والهندسه. ما بلاش بقى مدرسه الفن والهندسه بقى. ما معتمد جمال من شهرين كشافكو يا ماما. ما علينا، مش موضوعنا برضو. كرك بمدرسه الفن
الفن والهندسة اللي ترجعك لأيام حلوة قوي، وانت بتتفرج تلاقي نفسك بتفتكر. يا معلم اتقل بس اتقل، انا عارف انت عمال تسأل نفسك بزيرة ومدرسة الفن والهندسة ايه الاوفر بتاعك ده. انا اقول لك، انا بزيرة لما راح الزمالك راح على اساس ان هو مدرسة الفن والهندسة، دخل جوه لا لقى فن ولا لقى هندسة، لقى حسين لبيب، ودخل لقى المدرب بتاعه بيقول له في الهاف تايم بوظ الماتش يالا. نعم بوظ الماتش يالا، يعني ايه بوظ الماتش؟ هو احنا هنا مش مدرسة الفن اخرس يا ولد. فن لو عايز فن عندك السينما والمسرح، لو عايز هندسة عندك كلية الهندسة، لكن احنا هنا بنبوظ الماتشات. كملي يا فرح، انا عمال اتفرع منك كل شوية واخش في مواضيع تانية ومعتمد جمال وفن وهندسة، لخبطتيني. حمادة عبد اللطيف وتفتكر الترقيص وتفتكر هتقعد بقى تقول لك ايه حماده عبد اللطيف، حازم امام، وتقعد بقى تجيب لك جيل بعد جيل لحد لما نوصل لاخوان بزيرة اللي هو ايه ابن 100 عقبه البار. اوعى تنسى مش البار بتاع النايت كلاب، لا بار يعني بار بوالديه. اوعى تفتكر ان انا خلصت مع فرح، ده انا لسه بسخن. بتزيرة والكلام على بتزيرة، ايوه، وان الراجل اللي هرب وان اه هو مش راجع، وان اللاعب قدم شكوى، وان احنا مش هنشوفه تاني بتيشيرت نادي الزمالك مره تانية. راجل اتقي الله، تقول اللاعب طلع على بره ومش راجع تاني وخلاص مش هنشوفه مره تانية بتيشيرت الزمالك. طب ما عادي جدا، ما ممكن الواد يتصور صوره وهو قاعد في بيتهم في البرازيل والصوره دي تبقى بتيشيرت الزمالك عادي جدا، وفرح تطلع تقول لكم انا قلت لكم ايه، الناس اللي قالوا ان اخوان بزيرة مش هيلبس تيشيرت الزمالك يا كدابين، اهو لابس التيشيرت اهو. خفي شويه يا فرح، خلي عندك ذكاء لما تيجي تتناولي حاجه زي كده، اعملي حساب ان ممكن 1 في المليون يطلع الكلام اللي انت بتقوليه هو اللي هب. كملي يا فروحه. اخبار غريبه، الحياه مش مفهومه، انا مش عارفه. يعني انا قلت خلال الايام اللي فاتت يا جماعه احنا مكملين في احتفالاتنا، يا جماعه سمعنا يا عم الحدوته مكمله معانا، يا جماعه احنا هننام ونصحى وهنحتفل، وما تقوليش هخلص احتفالاتي امتى، اخلصها في اغسطس، اخلصها مع بدايه الموسم الجديد، اخلصها مع الدوري الجديد. تخلصها لما اخوان بزيرة ينزل بيان ويقول لك انا عايز امشي بقى ارحموا ابويا. تخلصها مثلا لما اخوان بزيرة بقى يتمرد على النادي وما يردش على المسؤولين ويبين الوجه الحقيقي عكس الوجه اللي انت كنت بتشوفه في الماتشات الزمالك، ويروح على الجماهير وفاموس. صدق بالله انا كل ما اشوف لعيب في نادي الزمالك لما بيسجل هدف بيعمل اسيست وما بيعملش الحركات دي اللي هو ساعتها بحس ان الواد ده ممكن يكون فعلا بيحب الزمالك. كملي يا فروحه. اعتقد كنت واضحه، بس واضح ان كلامي برضه بيزعل، فعلشان كده يا بنبتدي بقى بنتي نقول لعيبه هربت ولاعيبه لمت شنطتها ولاعيبه اصلها متصوره فين. كواليس بقت مفهومه، معروف المقصود منها، معروف مين وراها. اللاعب ملتزم جدا مع النادي. يا سلام على الالتزام يا اخي، من كتر ما هو ملتزم مع النادي ما بيردش على الناس، المسؤولين عمالين يتصلوا بيه ليل نهار، يا ابني عبر ابونا احترمنا. طب يا اخي حتى مش عشان احنا اعضاء مجلس اداره في نادي الزمالك، راعي فرق السن يا اخي، يا اخي احنا ناس في اعمار ابائك واجدادك، رد حتى برساله، رد بايموجي على الواتساب، اعمل اي حركه. كملي. بعقده مع نادي الزمالك، ملتزم بعقد، ياخد الاجازه الرسميه، اجازه رسميه، بعدها هيرجع مع التدريبات عادي جدا، يلعب مستمر مع الفريق خلال الموسم القادم. الراجل يعني اجازه، وبعدين اول ما التدريبات تبدا تشتغل هيرجع عادي جدا على التدريبات، وعقده ممتد 16 سنه قدام، فالراجل معانا. هي نفسها الضحكه اللي انت شفتها، ما انا وريتك الفيديو من شويه، ارجع وشوف الضحكه بتاعتها وهي بتقول ابن 100 عقبه، هتعرف ان الضحكه دي كان مقصود بيها استفزاز الجمهور اللي بيتفرج عليها، ولكن الحمد لله رب العالمين رد في وشها تاني. انا قاعد دلوقتي يا معلم بتخيل فرح وهي قاعده في بيتهم وتقول يا نهار اسود، ده انا قعدت اقول عليه ابن 100 عقبه وحفيد مش عارف مين رئيس نادي الزمالك في الثمانينات، وده امتداد لحازم امام وحماده عبد اللطيف ورضا عبد العال، ولايق علينا واحنا لايقين عليه. اطلع ازاي جالها التليفون اليوم بقول لك ايه، معانا سكريبت باذن المولى عايزين نمشي عليه الاسبوعين الجايين. سكريبت ايه؟ بزيرة ده راجل بتاع فلوس، بزيرة ده اصلا ما كانش مهاري ولا حاجه، ده جايب في بطوله الدوري 3 اجوان بس، هي دي ارقام يا جماعه؟ ده بزيرة كان بيجي في الماتشات الكبيره وبيختفي. ده الكلام يا معلم اللي انا متوقع ان هو ممكن يتقال في الفتره اللي جايه عن بزيرة، بس ايه بالتدريج، واحده واحده.
فيديوهات بتزارع بتزعل البعض، خصوصا مصطلح ابن 100 عقبة. والحقيقة والله العظيم يا بنتي فيديوهات بزيرة دي دلوقتي هتبقى زي الكابوس اللي هيجري وراكي انتي ومها وجاليليو واي واحد كان بيضلل جمهور الزمالك وبيعيشه في الوهم ويقول له بزيرة مكمل يا بيه، بزيرة معانا، ده ابن 100 عقبة، ورجعت تكرر تاني تقول لك الجملة اللي بتزعل الناس. يا بنتي اقسم بالله العظيم يمين احسب عليك الجملة دي مش بتزعلني ابدا، دي بتضحكني وبتضحك باقي الاهلاويه كلهم والله. قوليها اكتر. انا بقى يا فرح مستنيكي تطلعي باذن الله بعد اللي حصل ده وبعد البيان ده، وعايز اسمع منك وانتي بتقولي اللاعب المحترف في نادي الزمالك خوان بزيرة. ايه هو مش كان ابن 100 عقبة يا بنتي ولا انتوا ولا ده كان تبني مثلا؟ 100 عقبة الزملكاوي والبرازيلي، قول زي ما تقول المخلص الابن 100 عقبة الزملكاوي بص قول زي ما تقول، كملي. المحب العاشق للكيان، خصوصا الكذبة اللي ظهرت على موقع. قبل ما نسمع الكذبة اللي ظهرت طبعا اللي انت وانا عارفينها، المحب والعاشق للكيان. الله اكبر عليك يا فرح، وانتي بتبدعي في انك تديني الفيديو ده علشان انا احفل عليكي بيه بعد مرور شهرين ويمكن اقل من شهرين كمان. اسمع بقى ايه هي بتقولك ايه، في اكاذيب منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. انا الحقيقة عايز اعرف ما هي هذه الاكاذيب يا استاذة فرح يا اللي بتضحكينا. قالوا ان بتزيرة خلاص هرب، مش راجع تقريبا. السكريبت اللي متوزع شكله طلع مضروب. البنت قالت جملة صح جدا، قالت لك ايه، السكريبت اللي بيتوزع طلع مضروب. طبعا هي كان قصدها بترمي على الناس اللي بيقولوا ان بزيرة سافر ومش راجع تاني، فبتقول لك ان ده سكريبت تمام وان هو طلع مضروب على اساس ان بزيرة رجع. هي برضو عملت نفس الغلطة خلي بالك اللي هي برضو عملتها قبل كده لما الزمالك كان عنده نهائي الكونفدرالية. الاعلام الزملكاوي احتفل بالبطولة والاعلاميين في قناة الزمالك طلعوا واستلموا كاس قبل الماتش ما يتلعب، وده في حد ذاته مشكلة. انتي اتعاملتي مع بزيرة على اساس ان هو رجع والتزم في التدريبات وفترة الاعداد ابتدت ولعبتوا ماتشات والدوري ابتدى ولعبتوا اول ماتشين والراجل سجل هدفين وبعدين طلعنا على توقف دولي. فرح فوقي، انا قلت لك والله العظيم الناس دي دايما راهن معاهم على الايام. يعني المهم ان احنا خلصنا الفقرة دي مع فرح. المفاجأة بقى، انت عارف يا معلم طبعا ان فرح بتقدم برنامج على قناة الزمالك اسمه زمالك اونلاين. البرنامج ده بقى فيه فقرة اسمها فيك نيوز، اخبار مزيفة. هي بقى جوه الفيك نيوز او جوه الفقرة بتاعة الاخبار المزيفة اكدت لجماهير الزمالك ان بزيرة ملتزم وبزيرة راجع وبزيرة لايق على الزمالك والزمالك لايق عليه، وان النادي منتظر عودة النجم البرازيلي الزملكاوي ابن 100 عقبة البار والملتزم. هي حرفيا قالت اخبار مزيفة جوه الفقرة بتاعتها اللي هي اسمها اخبار مزيفة. طبعا هي في الفقرة دي بترد على الاخبار التانية، ولكن فرح عملت حاجة انا في وجهة نظري ما حصلتش في تاريخ الاعلام. انها يا معلم طلعت بمنتهى الشجاعة والمصداقية وقالت لك الفقرة دي اسمها اخبار مزيفة، فاي حاجة انا هقولها جوه الفقرة دي تعتبر ايه، فيك نيوز. يلا يا فروحة اديني اديتلك مخرج علشان ان شاء الله لما تطلعي تقولي يا جماعه محدش يقول عليا ان انا قلت عليه ابن 100 عقبه ولا زملكاوي الهويه ولا الكلام ده. انا كنت حاطلكوا عنوان كبير مكتوب عليه فيك نيوز، يعني انا كنت ساعتها بقول فيك نيوز. اي خدمه يا فروحه. وانا بصراحه بقى عايز قناه الزمالك تديني اجر، لان انا ملاحظ ان انا بقيت بقوم بدور المعدين مع فرح ومع مها ومع جاليليو، واحيانا كمان بقوم بدور المعدين مع نيرة الاحمر وحنين على اذاعه الزمالك. انا مش هقعد اشتغل واساعد ببلاش، انتوا تعكوا وانا اقعد اصلح. في نهايه هذا الفيديو اوعى تنسى تعمل اللايك يا معلم، اللايك مهمه جدا، ولو ما عملتش اللايك ولو ما اشتركتش على القناه يبقى انت يا معلم ابن 100 عقبه البار الملتزم. وما تنساش تكتب لي تعليق تقول لي رايك ايه في اللي حصل واللي بيحصل واللي هيحصل في موضوع بزيرة من وجهه نظرك. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي واحنا بنرد على المجره الزملكاويه. سلام.